السلام عليكم. تركي آل الشيخ يهاجم الإعلام المصري بسبب إهداء نادي الوداد المغربي مكافأة مالية كبيرة تقدر ب2 مليون ريال للفوز على النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من محبي النادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. هاجم تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي الإعلام المصري بسبب انتقادهم الوقوف مع لاعبين نادي الوداد المغربي على حساب النادي الأهلي. ووصف الإعلام المصري أنه ليس من اختصاص تركي آل الشيخ تحفيز لاعبين ضد النادي الأهلي. النادي الأهلي خيره على تركي آل الشيخ، وكان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي في عصر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وأنا أقول للإعلام المصري: هناك أمور كثيرة أعلمها، لو تحدثت بها سيكون هناك إعلاميين في السجون. أحذر من يتحدث عن تركي آل الشيخ في الإعلام المصري، وسأتجه إلى القضاء المصري في حالة تكرار مثل هذه الأمور. والتحدث عن تركي آل الشيخ بهذه الطريقة فهم يعرفون أنفسهم جيدا. وسأدعم نادي الوداد المغربي، فهذا حقي، ولا أحد يستطيع منعي من هذه الأمور. فأنا بيني وبين نادي الوداد أمور كثيرة لا يعلمها الإعلام المصري، ولا أريد التحدث عنها. فأنا فقط من أقرر من أعطيه مكافآت ومن لا أعطيه. فأنا قدمت للنادي الأهلي أموالا كثيرة وهدايا كثيرة، وهم يعلمون هذه الأمور جيدا. وفعلت هذه الأمور مع النادي الأهلي من تلقاء نفسي، وأنا أفعل هذه الأمور الآن مع نادي الوداد. فهذا لا يضر الأهلي ولا يضر الإعلام المصري. فأنا أريد نادي الوداد أن يكون في كأس العالم للأندية النسخة القادمة التي ستكون في السعودية. فأنا أحب فوز الأقجع رئيس الاتحاد المغربي، وسيكون بيننا تعاملا كبيرا، وسيكون هناك تمويلا كبيرا لنادي الوداد لدعمه بالصفقات حتى يستطيع المنافسة جيدا في كأس العالم للأندية. فهذه الأمور بيني وبين الاتحاد المغربي. فأنا أقدم الحوافز الجيدة للاعبين حتى يستطيعوا الفوز على النادي الأهلي المصري بقيمة تقدر ب2 مليون ريال سعودي. فهم بذلوا مجهودا كبيرا في المباراة الأولى، وسجلوا هدفا غاليا سيسهل الأمور في المباراة العودة. وأتمنى من جماهير الوداد الحضور بكثافة في الملعب والتشجيع بقوة، حتى لا يكون هناك ناديا واحدا في القارة هو المهيمن على هذه البطولة. وهم يعرفون كيف يكون التحكيم له دورا في فوز النادي الأهلي بالبطولات السابقة. وفي النهاية، إذا كنت من محبي النادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.